السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده اكله حكايه، اكله كده بصي هتقعدي شبعانه معاه بعديها يومين 3. اكله من الاخر هتعمليها بطريقتي بجد بجد بجد، مش هتبطلي تعمليها غير كده. طاجن العكاوي حكايه بتفاصيل كده وخطوات، بصي لازم تشوفي الفيديو وتعمليها زيه. تمام، يلا بينا. انا جبت نسمي بالله ونصلي على الحبيب، ده البوكيه جرانيه بتاعنا اللي هنحطه في الشوربه بتاعه العكاوي. تمام، جبت طماطميتين، بصلايه، ورق لورا، حبهان، مكعبين مرقه. انا ما بسخنش الميه، بخليها دافيه بس. تمام، وانزل عليها بالعكاوي بتاعتي وحبهان اهو، وما بحطش فلفل اسود برضو، بحطه في الاخر. العكاوي الجميله اللي منوره دي حلوه قوي، ده ديل كده، ديل محترم كده مليان. الجزار قطعهولي زي ما انتوا شايفين ومنضفه ومخليه زي الفل، وانا غسلته برضو كتير قوي. بتبقى فيه دهون كده جامده قوي على حته العكوه، انا بشيلها، هحتاجها بعدين هقولك عليها. اي حاجه بقى على الوش كده بتاعت الشوربه لازم نحوشها، كل ما تغلي وتطلع حاجه نشيلها لغايه ما تبقى صافيه خالص، لان دي بتعمل زفاره. اهو زي ما انتم شايفين الشوربه عامله ازاي، صافيه خالص، ريحتها حلوه جدا. العكاوي حلوه جدا يا جماعه بجد، انا ما كنتش متخيلها هتبقى حلوه كده. اعمليها بطريقتي ومش هتبطلي تعمليها بجد. يلا بينا، هنجيب طاسه كمان، واللحمه برضو العكاوي بتاعتنا على النار. معلقتين سمنه بلدي محترمين كده، لازم نكمل اكلتنا بحلاوتها كده. معلقتين سمنه بلدي. الدهون اللي انا حته الدهنه اللي شلتها من على العكوه اهي، قطعتها شرايح كده صغيره، هشوحها مع السمنه. بجد هتاكلي طاجن حكايه، اسمعيني بس وامشي ورايا في الخطوات. تمام كده، هنشوح حته الدهنه دي كده تشويحه حلوه. تمام كده، نكون مجهزين 4-5 بطاطسات وسط مقطعينهم شرايح او جوانح. هو بيحب البصل كتير قوي الطاجن ده، انا عايزه البصلايه اكرملها. تمام، معلقه ملح علشان الملح يدبل البصل بسرعه. تمام كده، البصل ياخد لون خفيف، مش عايزاه ياخد لون جامد. واحط بقى ايه باقي مكوناتي، هنحط فلفلايه حاميه كده تخلي الطاجن حكايه، تخليكي تاكلي الطاجن كده وانتي مش مبطله، انتي بتفضلي تاكلي من كتر من كتر حلاوته، مش هتشبعي بجد، بس هتتوكمي بجد. يعني هتاكلي فيه وبعد كده تحسي ان انتي بصي 3 ايام ما تاكليش. فلفلايه حاميه، فلفلايه حمراء وفلفلايه صفراء. تمام كده، كل ده برضو تشويحه. 4-5 فصوص توم نقطعهم شرايح كده، مش عايزه ادق التوم، انا هعمله شرايح. تمام، حته الدهنه اللي احنا حطيناها في السمنه البلدي مخليه ريحه الخضار ده حكايه والله العظيم بجد. تحط بقى التوابل بتاعتنا، انا ما بحطش غير معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه 7 بهارات، رشه جوز الطيب بسيطه خالص. تمام، بس كده. وبحطش فلفل اسود على الشوربه عشان ما يغمقهاش، بحط في الاخر، بحط على طرف المعلقه كده شويه صغيرين وخلاص. اهو ملح بقى بتاعنا. الاكله دي لازم تعمليها وانتي مبسوطه كده. تمام، ايا كان الزعل ما تزعليش، اعملي الاكله دي وانتي مبسوطه كده، تطلع معاكي حلوه جدا. بصلايه، بطاطسايه مكعبات، جزرتين مكعبات، مش عايزه بطاطس ولا جزر بلاش. انا قلت عشان ازود بقى ايه القيمه بتاعت الاكله، وفي نفس الوقت العكاوي مفيهاش لحمه كتير، فاحنا عايزين نغمز، عايزين نحط على الرز. عايزه انت تخلي بصل بس وفلفل براحتك، الخطوه دي اختياريه خالص. الشوربه بتاعتنا الجميله دي يا جماعه، الشوربه بتاعت العكاوي حلوه جدا بجد، طعمها حلو وريحتها حلوه قوي بجد. يعني انا كنتش متخيله انها تبقى بالطعامه دي بصراحه. عندي طماطمتين 3 بشرتهم، انا مش عايزه طماطم، مش عايزه تقليه، لا انا عامله طاجن ابيض مش احمر. تمام، زي ما احنا شايفين احط شوربه كتير، هقولك ليه. زي ما انت شايفه الشوربه عجباني جدا بجد. تمام كده، لان هو سمين بصراحه، هو سمين قوي،
الديل ده تقيل قوي بصراحة، يعني نزل الشوربة سمينة بشكل غريب. تمام كده اهو. نحط بقى ايه العكاوي بتاعتنا الجميلة دي، نحطها فين؟ نحطها في الخضار اللي احنا عملناه. ليه؟ علشان ياخد من طعم الخضار والصوص ده يدخل جواه كده، يدي طعم احلى كمان وكمان للعكوة، وفي نفس الوقت طعم للخضار. تمام. هو مش صابرين، هم مش صابرين لغاية ما الاكل يطلع لهم، هم داخلين ياخدوه من جوه. العكوة حلاوتها، انا بحب اللحمة اللي فيها عظم كتير بجد، يعني بحبش اللحوم التقيلة قوي، لا بحب اللحمة اللي فيها عظم. تمام. بحوش كده الورق اللورا لو موجود، الحبهان لو نزل معايا بشيله برضو زي ما احنا شايفين كده. ننزل ايه اهو زي ما احنا شايفين. انا بحب الحتت الصغيرة قوي دي. هو ما شاء الله الديل كان كبير قوي بتاع البهيمة، فمدي كمية كبيرة ما شاء الله. تمام كده. هفضل اقلب بقى، ادخل المكونات في بعض واسيبهم حوالي 5 دقايق. تمام. ياخدوا من طعم بعض كده. تمام كده. نكون انا مسخنه الفرن شغال عشان يسخن. الطاجن بتاعي اكون حطيته في الفرن وطلعته ياخد صدمه الفرن. تمام اهو. شايفين والله العظيم هو بيتكلم، هو عايزك تنزلي جواه دلوقتي، هو الطاجن ده بيتكلم. ماشي. تمام كده. هنزل بقى بكل اللي في الطاسه ده في الطاجن ده. يلا بينا. يا سلام على الجمال. هي دي الأكلة الحلوة، في جون حلو وفي الأكلة الحلوة دي الأكلة الحلوة بجد يعني. نحط كل حاجة وهتشوفيه كمان بعد ما يطلع من الفرن. لا لسه بدري، اوعي تمشي، خليكي معايا. تمام كده. بقى فضي بقى، لأن الطاسة كانت تقيلة فمعلش كنت بحطه بالكبشة، طاسة تقيلة قوي فدلوقتي خفت. ننزل باقي خضارنا كله بالصوص كل حاجة فيه تنزل خسارة. تمام كده. ايوان. نقلب ونطلع اللحمة على الوش عشان تاخد تحميرة الفرن. تمام كده. طب بذمتك الالوان والشكل انا ريحة اقولك عليها والطعم، لكن الالوان ايه رأيك في الالوان؟ الخضار حلو قوي بجد يعني، بس لما تديله حقه ان انت تعملي كل حاجه تديها حقها، مش نرمي كله على بعضه ونقول عملنا الاكله، لا. تمام. الحاجه غاليه فنعمل حاجه بقى ونديها طعمتها كده وحقها في الطبخه. تمام كده. خلاص ندخل الطاجن الفرن. ايه رايكم؟ ايه رايك في الحركه دي؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بجد يا جماعة حلو جدا، يعني طعم وريحة وكل حاجة بصراحة، وكل حاجة. بفاجئكم تاني بجد والله، يعني أنا الوصفة دي بقت محببة لقلبي. تمام. احنا شايفين لسه الوصفة بتغلي، يعني الطاجن بيغلي مش بارد خالص. تمام. هنفضي كده في الطبق ووريكم شكله من جوه كمان. الصوص ده مش صايص خالص، لا ده تقيل، الصوص تقيل مش خفيف. انا مبحبش الحاجات الخفيفة، انتوا عارفين يعني. الصوص مليان كده واخد حقه يعني. تمام. هنطلع كده واوريكي. شايفة؟ لا حلو بجد والله، هيعجبكم جدا. اهو زي ما انت شايفة الحلاوة. شايفين الحلاوة؟ مش عايزين برضو تاني اقولها تاني، مش عايزين بطاطس ولا جزر، بلاش، براحتك. بس بجد الخضار عطيله طعم حلو وقيمة غذائية حلوة جدا، وفي نفس الوقت يشبع، عشان انت جو برد واحنا بنجوع كل 3 دقايق، فلا اعمليه وكلي يعني عشان تشبعي انت والولاد. تمام كده. شايفين الحلاوة دي؟ بجد والله حلو جدا اهو. تمام. هي بس شوية خطوات نمشي عليها هتلاقيه حلو قوي. عملت انا بقى شوية رز ابيض كمان. تمام. الرز الابيض انا بعمله ازاي؟ بجيب معلقتين زبدة او سمنة، معلقتين 3 زيت، اسخنهم على النار، انزل عليهم بالرز بتاعي كله، الكمية كلها، افضل اقلب فيه لغاية ما كل رزاية تاخد تتشوح في الزيت، ويبقى كده مفرول كده عن بعضه، ما يبقاش ماسك. اول ما يبتدي يفك عن بعضه بتاع الانابيب يعني طلب معايا يرن كتير، بس يفك عن بعضه الرز،
ارش عليه رشه فلفل اسود ورشه ملح، والشوربه بتاعت العكاوي بقى، ودوقي شويه رز حكايه بجد، او زي ما انت شايفه. وتغمزي بقى الخضار ده كمان برضو، يعني عيش لازم يبقى فيه عيش جنبك برضو. تمام. لا حلوه وطعمها حلو وريحتها حلوه، وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا، واتمنى اعرف رايكم، وبألف هنا ومع السلامه.